السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نبدأ. بالتحديد يوم 12 ديسمبر 2014 في مدينة المحلة، كان في راجل ماشي بعربيته ولقى حريقة كبيرة ناحية الزبالة، ولما قرب منها لقى شنطة سفر فيها أجزاء بشرية، بس طبعا ما كانش باين ليها أي ملامح بسبب الحروق. وعلى الفور بلغ الأجهزة الأمنية ووصلوا للمكان، ومعاهم فريق من البحث الجنائي والطب الشرعي، وفضلوا يدوروا حوالين مكان الحادث يمكن يلاقوا اي حاجة تدل على شخصية القتيلة، وخصوصا ان ما كانش باين اي ملامح للجثة، ما كانش معاها اي حاجة تدل على شخصيتها، وما فيش اي بصمات، لان طبعا الشنطة اللي كان محطوط فيها الجثة اتحرقت كلها بالكامل. وعلى الفور تم نقل الجثة للطب الشرعي علشان يحاولوا يعرفوا الجريمة تمت ازاي. رجال المباحث فضلوا يدوروا في بلاغات الاختفاء يمكن يوصلوا لحاجة، لكن للأسف ملقوش أي بلاغ باختفاء مواصفات القتيلة. وفي الوقت ده قرر رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، ولاحظوا إن في عربية زرقاء بتظهر في الكاميرات، بينزل منها شخص معاه شنطة سفر بيرميها في الزبالة وبيولع فيها. وعلى الفور رجال المباحث قدروا يوصلوا لصاحبة العربية عن طريق الأرقام اللي كانت ظاهرة في الكاميرات، اللي كان اسمها بديعة حسني. ولما سألوا أهل بديعة عنها بيقولوا إنها ميك اب ارتست وما يعرفوش عنها أي حاجة غير إنها فاتحة مركز تجميل. وساعتها رجال المباحث بتتأكد إن اللي ظهر في كاميرات المراقبة هو اللي قتل بديعة وسرق عربيتها، وإن الجثة اللي كانت في الشنطة هي جثة بديعة. ولما بيحاولوا يوصلوا لعربية بيلاقوها مرمية في أحد المناطق المهجورة، ولما حاولوا يرفعوا البصمات من على العربية للأسف ما قدروش يوصلوا لأي حاجة، لأن المتهم غسل العربية كويس جدا ومحى أي آثار عليها. أهل بديعة لما عرفوا بقتلها جات لهم حالة من الصدمة والذهول، وبرغم من تفحم الجثة قدرت أم بديعة تتعرف عليها، وقدر الطب الشرعي يثبت إنها تعرضت للاعتداء الجسدي قبل موتها. وطبعا رجال الأمن كانوا بيسألوا أهلها والجيران عن علاقاتها ومين الناس المقربين ليها، وكلهم قالوا إنها ملهاش أي علاقات وعلاقاتها محدودة جدا، وما كانش ليها علاقة قوية بحد غير بواحدة بس بتتاجر في مستلزمات الكوافيرات، وإن الست دي بتتردد على الكباريهات والملاهي الليلية. وبالسؤال عنها عرفوا إن اسمها كريمة الباشا، وقدروا يوصلوا لمكان سكنها، وبسؤال البواب عنها أكد إنها مش موجودة في الشقة. ولما رجال المباحث بدأوا يفرغوا كاميرات المراقبة هيلاحظوا إن في جزء محذوف من التسجيل، وبعديها بيظهر شخص ومعاه شنطة سفر. وطبعا تم القبض على حارس العقار لاستجوابه بخصوص الجزء المحذوف من الكاميرات، لأن هو المسؤول الوحيد عن الكاميرات. قال لهم إن كريمة صاحبة بديعة قالت له يحذف الجزء اللي باين فيه دخول بديعة العمارة مقابل 2000 جنيه، وإنه ما يعرفش حاجة تاني غير إن كريمة مأجرة الشقة دي وبتتردد عليها كل فترة. ويوم الواقعة بالتحديد بتروح كريمة ومعاها راجل ما يعرفهوش، كان أول مرة يشوفه. وبعد شوية بتروح بديعة، ولكن البواب لاحظ نزول كريمة ومعاها الراجل، وكان معاهم شنطة سفر بس ما كانش يعرف فيها ايه. ومع معاينة المباحث لشقة كريمة بيلاحظوا وجود دم على أحد الجدران في غرفة النوم، وبيتأكدوا ان كريمة ليها يد في قتل بديعة، بس كان لازم يوصلوا لكريمة والراجل اللي كان معاها علشان يتأكدوا. وفعلا مع التحريات بيتم القبض على كريمة والشخص اللي كان معاها، وبيعرفوا ان هو مغني في ملهى ليلي واسمه حمدي. كريمة قالت انها تعرفت على بديعة بعد وفاة جوزها، لما قررت تفتح الكوافير علشان تصرف على عيالها، لانها كان معاها عيلين.
لكن كريمة في يوم عرضت على بديعة انها تتجوز واحد قريبها واللي هو حمدي، وتعرفت بديعة فعلا على حمدي. ولكن بعد فترة بتحس بديعة انهم مش متفاهمين وانهم مش هينفع يكملوا مع بعض، وبتقرر ان هي تغير رقم تليفونها، وبتفتكر ان حمدي كده مش هيعرف يوصلها. لكن حمدي بيكلم كريمة وبيقنعها انها تجيب بديعة الشقة عندها، وهو هيحاول يراضيها ويرجعوا لبعض. وفعلا كريمة بتقول لبديعة ان هي عندها بضاعة في الشقة بسعر لقطة، ولو عايزاها تيجي تشوفها في الشقة. فعلا بتروح بديعة الشقة الكريمة وبتتفاجئ بوجود حمدي خارج من الأوضة، وبيشدها بقوة داخل غرفة النوم وبيعتدي عليها وبيقتلها علشان ما تفضحوش، وبيقطع كمان الجثة بتاعتها وبيحطها في شنطة السفر، وبيحطها في عربية بديعة وبيروح يرميها في الزبالة وبيحرقها. وده نموذج من نماذج كتير جدا بنشوفه دلوقتي في غدر الصحاب. والحمد لله تم الحكم على كريمة بالمؤبد وعلى حمدي بالإعدام. وكده خلصت قصتنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.